يا صباح الجمال، رموش الست اللي من أول ما بنجيب حلويات المشكلة من عند الحلواني بنجري أول حاجة ناكلها رموش الست يا جماعة بأنجح طريقة. عشاق البسبوسة لازم يجوا هنا. 3/4 كوب من الزبدة وعليهم نص كوب من السكر البودرة، وبالمضرب اليدوي كده لحد ما السكر يختفي. هضيف 2 بيضة بدرجة حرارة الغرفة، وهنفصل صفار بيضة على جنب. نشيل على جنب ونضرب كويس. نص معلقة صغيرة من الفانيليا ونص معلقة صغيرة من الخل، والخطوة دي يعني اللي مبيحبوش ريحة البيض او طعم البيض في الحاجة. 2 كوب من الدقيق ونص كوب من السميد، عليهم نص معلقة صغيرة بيكنج باودر وذرة ملح، ونبتدي نقلب كويس كده في الاول لحد احنا مش عايزين نعجن، احنا عايزين بس ان الدقيق يختفي جوه العجينة كده. هنحاول بايدينا، نمسك بايدينا ونلمها كويس. هنحط 2 معلقتين كبار من جوز الهند، والخطوة دي انا عملتها يمكن تستغربوني بس انا بحب ريحة الجوز الهند جدا 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 في القطعة تبان. دهنتها الصينية بالزيت، وبصوا بصوا ما بتشققش مني، وبالشوكة كده وبالراحة خالص، شايفين بالظبط كده، وراعي المسافات طبعا بين كل واحدة والتانية. هكمل باقي الكمية في الصينية، واجيب صفار البيضة اللي شلناه على جنب ونص معلقة زبدة وفانيليا وادهنها كلها. وهنا هبتدي اجهز الشربات. كوب ونص من المية وقدهم سكر ومعلقة وعصرة ليمونة لحد ما يختفي تماما السكر، مش يغلي يعني يختفي. هكون جهزت، بصوا الكمية عملت لي 3 صواني بالجمال ده ازاي في الفرن. وجي طلعتهم من الفرن، شايفين يا لهوي الريحة يا جماعة، لكم ان تتخيلوا الريحة. بصوا بصوا الشربات سخن ازاي، ينزل طبعا على الرموش وهي سخنة برضو والطش. ايوه. وطبعا هي هتاخد كفايتها وهتبتدي تتشرب. بصوا دي الصينية التانية، شايفين بالظبط كده، شايفين هي بتاخد كفايتها ازاي، بتمتص كل الشربات بالطريقة دي ازاي. مرملة يا جماعة. بصوا بصوا انا مش قادرة اوصف لكم، انا مش عايزة اجمل فيها لحسن تقولوا دي بتجمل اي حاجة بتعملها. لا 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 والله، حقيقي حقيقي تحفة. انتوا لو جربتوها هتعتمدوها دايما، ومحبي عشاق البسبوسة حقيقي مش هيعملوا غيرها. خفيفة ومش شاربة، يعني مش شاربة شربات، مش تقيلة، مرملة مش مشققة. عجينة مظبوطة ناجحة تماما. لو عجبكم الفيديو لايك وسبسكرايب.